ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود. هذا احنا لله فأنت دمجت كل لا، ما انا صححت وقلت اكيد اللي انتقد القصيده ما قراش الديوان اصلا. كمان يا استاذ نزار الجزء اللي حضرتك اضفته للقصيده في الاخر ونفس القصيده اثارت تساؤلات عن معناها. يعني في ناس بياخدوا المعنى السطحي للكلام، وفي ناس بيقول لك والله دي الأستاذ نزار بيبحث فيها أو بيتكلم فيها عن حرية الإنسان، وإنه الإنسان بيجي الدنيا ويعطيها كل شيء ولا يأخذ منها شيء، حتى حريته لا يستطيع إن هو يأخذها في أي مكان أو في أي زمان. جلست والخوف بعينيه تتأمل فنجان المخلوق. قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. اللحظة الجميلة والحاسمة. الله يخليك. بقول لك يا أستاذ، برحب بحضراتكم مشاهدينا من جديد، وهذه الفقرة الثانية خصصناها للحديث عن أشعار نزار قباني اللي كانت موجهة يعني للمرأة، ومواقف بقى طبعا متعددة ومختلفة وعدة إصدارات يعني هائلة، و يعني إيه إنشاء أنشئ قاعدة جماهيرية في محبة أشعاره في ذلك الوقت. يعني كثير من النساء راحوا لقصيدة نزار قباني، خاصة أنها سهلة ولذيذة ويعني تتسمع. وضفتي الشاعرة مروة النبيل، هي طبعا دارسة فلسفة كمان، فأنا دلوقتي بتكلم عن أشعار تخص المرأة مع حد بتاع فلسفة، فوعدتنا منورة يا أستاذة، الحمد لله على السلامة. ميرسي يا فندم، أهلا بيك. سعيدة بلقاء حضرتك. طيب خلينا نتكلم الأول عن شخصية نزار قباني. يعني أنت شايفاه إزاي كشاعر في البداية؟ هو طبعا نزار قباني تجربته واضحة بشكل كافي، خدت حقها في القراءة العربية والتأويلات، لكن أنا برضو على قد ما هي واضحة بشوفها مش بسيطة. يمكن قبل ما أجي سألت نفسي فعلا السؤال ده بمنتهى البساطة، إيه نزار قباني بالنسبة لي وقبل ما أكون شاعرة، فاكتشفت إنه يعني كان من أهم الشعراء اللي إحنا استطعنا فعلا إننا نعرف جيلنا على الأقل يتداول قصيدته بشكل كويس، الأغاني اللي قربته لينا بشكل كبير، وحتى القصائد اللي بندرسها في قسم كنت حضرتك في الأدب العربي المعاصر والحداثة الشعرية، كانوا دايما يلجأوا لنماذج من نزار مش لسهولة، لوضوح الرمزية حتى فيها. عيد الجملة دي تاني، لأن احنا تقريبا في الفقرة الأولى ما أكدناش على فكرة أن بعض أشعاره يتم تدريسها في أقسام الأدب. لا، أنا أذكر من قصيدة طوق الياسمين، ودي من ديوان حبيبتي، من أروع القصائد اللي ممكن تدرس كنقد وبلاغة. وأيضا هي تم يعني غنتها ماجدة الرومي وغناها حد تاني، وقصائد كثيرة يعني بالذات. لا إزاي، أنا بالعكس لما تابعت مستوى القراءات والدراسات اللي اتعملت حول نزار قباني أنا فوجئت، لم أجد دراسات جادة ومتنوعة ومتصاعدة
زي اللي شفتها في قراءات النزار، لان تجربه كبيره، تجربه كبيره، ويعني قد ننظر لها من كتر التداول انها تجربه بسيطه. هو يقال انه النقاد في زمنه، يعني في مطلع الخمسينات والستينات، ما كانش حد ملتفت كثيرا الى تجربته، خاصه ان كان في مجموعه من الشعراء كبار سواء في القاهره او في الدول العربيه، وان الكتابات اللي كتبت عن النزار معظمها اتكتب بعد رحيله او في حياته الاخيره يعني. فهي كتابات حديثه شويه تعاطفا مع اشعاره. لا، هو انا اعتقد المشكله دي سببها المقولات النقديه العربيه تناولته اولا، بما انه يتحدث عن المراه اذا هو شاعر غزل، والغزل عندنا اما هو غزل صريح اما غزل عفيف في البدايه، وصنفوه على هذا الاساس. قبل 67 كان غزله صريحا حسيا، وبعد 67 كان غزله اكثر عقلانيه ويتحدث عن الثوره ويدمجها. ده مستوى اللي هو على مقولة الغزل. ولكن نحن إذا نظرنا للتجربة الشعرية كاملة عند النزار قباني، هذا الإنتاج الضخم وهذا التنوع في النسج واللفظ والمعنى، هنلاقيها ليها أوجه أبعاد متعددة، أبعاد صوفية، أبعاد وجودية، أبعاد رمزية. والبعد الرمزي يمكن أنا شايفاه أهم بعد يسمح بقراءات أكثر حداثة من السائد. أذكر لك بعض الدواوين، وطبعا هي أكيد مع حضرتك، لكن برضو للسادة المشاهدين. يعني أنت لي 1950، ديوان حبيبتي 61، الرسم بالكلمات 66، قصائد متوحشة 68، أشعار خارجة عن القانون 72، 50 عاما في مديح النساء، أظن ده كتاب نثري ولا حاجة، مش عارف. ديوان هكذا أكتب تاريخ النساء 81، لا غالب إلا الحب سنة 90، إضاءات سنة 98. كلمين عن التدرج اللي حضرتك اتكلمتي عنه. هل من مجموعة لمجموعة كان يعني ينضج الشاعر ويقدم جديد، ولا هل الواقع السياسي والاجتماعي هو كان متنقل كثيرا؟ هل كان يهتم بالروح والإنسان مباشر، يعني المرأة في أي مكان وزمان بغض النظر عن الحدث السياسي اللي بيجمعنا أو الحدث البيئي يعني أو الاجتماعي اللي بيجمعنا؟ هو حضرتك قبل أي شيء شاعر، وعارف إن الشعر يعني التجربة بتبقى مزدوجة، تجربة أفقية ترتبط بالأحداث التاريخية والسياسية والمجتمع تجربة أفقية يعني رأسية أو عمودية، اللي هي رأسه وحفاظه هو على شعرية معينة وما يريد أن يقدمه للقصيدة وللنص، ويربطه بحركات الشعرية اللي هو تأثر بيها أو اللي هو بيرفضها. المرأة يعني أنا أرفض هذا التدرج والنضج، يعني مش بالضرورة يكون آخر ديوان هو الأكثر نضجا أو لا. أنا شايفة أن المرأة هي الرمز الواضح الجيد الذي أهداه الشعر للنزار قباني. يعني هو يليق به أنه كان يكون شاعر المرأة، رغم أني أنا أيضا ضد هذه التصنيفات، هذا شاعر المرأة وهذا شاعر الحرب وهذا شاعر السلام. هي مجرد رمز، صادف أن هذا الرمز احتمل كل ما أراد هو أن يصب عليه. هو نفسه قال 50 عاما في مديح النساء. أعتقد ده اسم ديوان، لأن الكتب النثرية الأهم اللي هو تحدث فيها عن المرأة كانت المرأة في شعري وفي حياتي، والشعر والجنس والثورة. هي زي ما احنا الرمزية، البعد الرمزي ده كيف يتكون الرمز وكيف يتطور الرمز، بالظبط زي ما عندنا نجيب محفوظ مثلا اختار الجبلاوي والحارة، فكانت الثنائيه دي دايما ستدل على حاكم ومحكوم، عبد وجلاد، واجد وموجود. كانت المرأة هي الرمز اللي احتوى إيروتيكية أو حسية نزار في بداياته، تحدث عنها. هو رجل يليق به الإيروتيكية، يعني كان وسيما مثقفا، سافر وتطلع وانفتح ووجد أن هذا الرمز تاريخه النفسي في أجزاء تدعم بالتأكيد هذه المنطقة، خاصة وأنه له أخت يعني كما علمنا انتحرت. نعم. يعني زوجته قتلت، ابنه أو زوجته قتلت، ابنه توفى يعني أو توفي.
هو كان طبيعيا ليس اصطناعيا، هو رجل عاشق للمرأة، وجود في حياته وشعوره بها قوي. يعني مش كل شخص حب كتير أو له علاقات يجد أن المرأة موضوع، لكن هو كان يحتفي ويحتفل بالمرأة. ده ممكن يرجع لفكرة الإيروتيكية عنده نفسها، ومحاولته لتناول الحب الأفلاطوني. أو الإيروتيكية عنده أصولها غربية مش شرقية. يعني هو حاول يبقى ضد الشيزوفرينيا السلوكية في الجنس العربي. هو تحدث عن الإيروتيكية الغربية، وكانت إيروتيكية معتدلة أفلاطونية اللي هي بتربط بين الجسد والحب والإبداع الفني. وهو لذلك يعني يربط يعني على المرأة يضفي بعدا أخلاقيا. يعني في قصيدة كلمات مثلا اللي هي في ديوان حبيبتي، يعني هو يعني ينكر على امرأة أن تكون عاهرة ولا تعرف معنى صوار الياسمين، وبدأت أكتشف اليقين وعرفت أنك للسوى تتجملين ولهم ترشين العطور. لا، هو مش عايز المرأة تبقى سلعة، رغم أنه حررها جسديا بزيادة، لكن هو كان يريد بعدا أخلاقيا على الإيروتيكية الغربية التي كان فيها البغاء مقدسا. لا، هو ربطه بالحب. في حين مثلا عندنا نظم البغاء يعني؟ لا، لم ينظمه، هو النظرة إليه. هو احنا ما دام بنكتب عن الجسد، إذا نحن في الجنسانية أو الكتابة، وهي كتابة على فكرة بالمناسبة تمجد الأعضاء لا تحقرها. ولكن في عصور غابرة كان طقس ديني، الإيروتيكية والجنس والكتابة عنها و ده كان طقس ديني. لكن بعد كده لما تقدمت الأمور شوية بدأوا الفلاسفة يعني قصائد الحب فلسفات الحب، هو بيتبع هذه الفلسفات. يعني هو أنا من قراءتي لدواوين نزار لاحظت أنه هو برضو عنده البنية بتاعة أفلاطون اللي هي الأسطورة أن الأرواح كانت شيء واحد وشطرت، وظل كل جسد يبحث عن الآخر بوصفه تكملة له. مفيش تعدد، يعني مش كاهنة تفتح المعبد لممارسة البغاء. يعني فهمني حضرتك؟ بقت المسألة فيها حب. فهو أضاف بعد أخلاقي للإيروتيكية الغربية، وقاوم الشيزوفرينيا السلوكية اللي كانت عند الإيروتيكيين العرب، إنهم يعني دائما يريدون أن المرأة نعم هي شيء مستخدم وللمتعة، وكيف تستخدمها وتكون متدينا. لذلك نجد شاعر كبير مثلا زي أستاذ أحمد اللي سبقني، إن هو بقى عمل سيمترية، يعني داخل في الداخل، وكيف تكون محبا عاشقا لست مستخدما. فده هو هنا عارض الإيروتيكية العربية، في حين هو نزار عارض الإيروتيكية أعتقد يعني الغربية أو اليونانية. طيب، يعني ومع ذلك نجد ان العرب اللي هو يعني تحداهم بشكل او باخر فكريا تفاعلوا جدا مع القصيدة، وكان المنتظر الا اذا كان المجتمع منقسم عليه في ذلك الوقت واحنا ما نعرفش يعني. لكن شريحة هايلة. وانا عبرت في البداية وقلت انه شرايطه الكاسيت دخلت البيوت في الثمانينات ومطلع التسعينات كحالة صوتية مدمجة بصوت أم كلثوم كشريط تجاري كده بينزل الأسواق، ووصل للحارة الشعبية في مصر يعني. وده معناه أنه لف الوطن العربي يعني العرب تفاعلوا مع أشعاره اللي هو كان بيعلمهم فيها حاجة يعني. ما هي دي الشيزوفرينيا الأخلاقية اللي بنتكلم عنها. يوم يحبوا أشياء لكن يهاجموها، يستهلكوا أشياء لكن يرفضوها. مش دي برضو المشكلة؟ هي المشكلة ان هو واكب قصائد نزار وتطورها واكب حركة التحرر النسوية، فكانت بمثابة يعني دافع ومحرر ثقافي ومعنوي ومحفز على التمرد. لان ميديا يعني لما زي ما حضرتك بتقول لما توصل لأغاني تغنى بصوت نجاة نسمعها يوميا في الإذاعات، وأم كلثوم وكاظم الساهر على ذكر النجاة، تعالي ناخد بريك ونسمع نجاة الصغيرة. يا ريت. متى ستعرف. نزار قباني ومحمد عبد الوهاب، على مسؤوليتي بقى هو محمد عبد الوهاب. نستمع إليها ونعود مباشرة. كفاك تلعب دور العاشقين معي، كفاك تلعب دور العاشقين معي، وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشريها.
وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني ذراعي أين ألقيها. ارجع إلي فإن الأرض واقفة كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي، لمن شال الحرير، لمن ضفائري منذ أعوام أربيها. ارجع كما أنت، صحوا كنت أم وكم ذهبت لوادي لا عود له، وكم حلمت بأثواب فأشريها، وكم تمنيت لو تطلبني وكم تمنيت لو تطلبني يعني لحنا وكلمات وأداء، مفيش أجمل من كده في الحقيقة، أو في أجمل من كده، لكن دي جميلة برضو. يعني طبعا دي من ذكريات نزار قباني ومن إرثه الفني، وكذلك السيدة نجاة والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. طبعا عودة للشاعرة مروة نبيل بعد التحية يا أستاذة، الحمد لله على السلامة. اهلا بحضرتك. المرأة مالها المرأة؟ يعني أنا عايز أقول صحيح، أنت بتقولي أنا ضد اللي هو الحصر والتسميات اللي هي بين قوسين، والشعر مش كده جدا يعني، بس هو صادف إن الراجل كتب يعني عدة دواوين في المعنى، في نفس ذات المعنى يعني، وعبر بطرق مختلفة عن المحبوبة. نعم. هل شايفه ان هو كافي ما كتب عن المرأة، ولا كانت زوايا محددة يختارها هو، يعني يلعب على أوتار المشاعر مثلا عند الناس أو غيره؟ يعني كان في وعي للكاتب أثناء الكتابة أنه يختار المنطقة دي، ولا هو عنده تنوعات كتيرة؟ عندما صارت المرأة رمزا واضحا لم يكن هناك قصد، هو كان يتحدث بشكل طبيعي ناتشرال، حياته فيها اهتمام بالمرأة، هي همه الأقصى. يعني هو تعريف بول تيليتش مثلا، هو أفضل من عرف الرمز، قال لك الرمز هو ذلك المعنى الذي يتحمل همك الأقصى، هو اللي يعبر ويتطور ويموت الرمز. هو استخدمه، لكن في قراءات الحقيقة برضو بتذكر ما على تجربة نزار قباني، إن هو يعني رؤيته للمرأة هو حررها جسدا فقط، ولكن بمعنى ان هو يعني في قراءة عجبتني جدا، ان هو عندما نبحث عن المرأة الموجودة في قصائده نجدها هي التمثال بجماليون، المثالية الجمالية، رخامية بيضاء متناسقة، هكذا يكون كذا وكذا، ثم ربط هذا الجمال بالأنوثة الطاغية، هذا هو التغيير. يعني عجبتني جدا يعني مقولة أفلاطونية هندسة جديدة للحرام لك. هو لم يخرجها من الحرام لك، هو عمل لها أدوار جديدة. ليه؟ لأنه هو استبعد أولا المرأة غير الجميلة، يعني بيستبعد العقل بقى، يبحث عن الشياكة ويبحث عن وبعد أن انفرد بنموذج المرأة الجميلة ونفى هذه المرأة بعقلها وفرادتها في مقاييس معينة يصفها في قصائده، تسلط عليها ذكوريا، فكان هو الرجل الذي يتحكم في هذه الأنوثة الطاغية. يعني هو حوله من التمثال النهضوي بتاع عصر النهضة الجميل للنموذج الهوليودي السوريالي الصارخ، المرأة التي لا تمانع، المرأة الجميلة التي تتحدث بمفاتنها وتحدث الرجل عن رغباتها وهي اللي تبادر، ولكنه عاد وجعل نفسه هو من يتحكم في هذا النهر، وهو الذي يهديها التاج والسرير ويجعل النهد مستدير وكذا. فكان مارس برضو بعض الذكورية ولم يحررها إلا جسدا فقط. دي مسألة إنسانية دي أظن، يعني هي كانت واضحة في كتاباته. يعني هو وكأنه استخدم المرأة استخدام أداتي رمزي، لكن هو يظل هو الرجل الشرقي الذي يعنيه شعره.
يعني حد يقول ايه، ما هو لو كان في حته وقعد واستقر وعمل اسره وبقى ليه ملامح جيران وشارع واحد والدنيا ده، طبعا. ربما كان السلوك الاجتماعي والعقل الجامعي في المنطقه يحاول يعمل تحويلات اثناء الكتابه، ولا هو يعني وظيفه الشاعر ان هو اللي يعمل تحويلات للمجتمع كما حدث هو لديه؟ الشعر يعكس لا يعالج، بقدر ما هو يعكس الصورة بشكل جمالي نحن نكتشف فيه حلول أو إلهامات. لكن هو كتب بشكل طبيعي، كثير يهتم بالمرأة، لكن هو طبعا كتابته كانت الحقيقة يعني متضفرة بالسياسة والطبيعة وحياة. وطبعا فكرة السفر بتخلي الإنسان تفكيره منفتح أكتر وحر أكتر. وبرضو أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، يعني نزار قباني لو لم يكن يكتب عن المرأة ولم تحدث النكسة وما قبلها وما بعدها، لو لم تقتل زوجته في حادث السفارة في بيروت، كان سيكون شاعرا وبموضوعات أخرى. فنحن يعني بقدر ما نتحدث عن الموضوعات التي تناولها وهذا التوسع الأفقي في موضوعات وتاريخ وكذا وكذا، لن ننكر عليه أبدا ما حققه من ثورة على النظم السائدة في الشعر في التوقيت، وده يمكن سر نجاح. وبرضه مش هننكر ان لما شاعر يحقق النجاح او ممثل او مطرب بيكرروا بيستنسخوا احيانا. فبما ان موضوع المرأة كان له هذا، وطبعا حضرتك شاعر وتعلم كيف ان ينجح ديوان هو ان يترجم وان ينشر وان يذهب هنا وهنا، فلماذا لا نستمر؟ واما هذا التصنيف العربي يتماشى معاه. ولكن انا يعني اشهد ان دواوينه تحتمل اكثر من تاويل، سواء التاويلات النسويه او التاويلات السياسيه حتى. طيب، هل في قصائده، يعني احنا بيستهوينا الان الشعراء جميعا يكتب قصيده عن الجده او الجده، يعني يكتب عن الام، يكتب عن الاخت، عن الحفيده بشكل مباشر، وكانه يعني فيها يعني جانب احتفالي كده شويه. هل نزار قباني كان لديه الوعي في التقسيمات دي؟ لا، ما هو ده اللي عجبني فيه. نزار قباني ما استخدمش كتابة المناسبات. بس دي مش مناسبات، دي توثيق لجدة، يعني مش هي مناسبة اني ما اقصدش عيد الام وما اقصدش ما انا فاهمه، يعني الكبير. مناسبة اني انا اتحدث عن جدتي ولزوجتي وللمرأة الفلانية. هو اي شاعر عادي عندما ستموت زوجته يكاد يكتب فيها رثاء، دي مصادفات اعتقد. هو كتب بشكل، وكمان الجميل الطريقه اللي هم بيكتبوا بيها انه يكتب عن الجده او عن الحفيده واحتفائه بيها، دي طريقه قبليه مسبقه، هو قاعد بيكتب بهذه الطريقه. وده محتوى القصيده، معلش، يعني الشعر القديم السائد من ما هو تفعيل او حر او هو جمال نزار، يعني نزار قباني انه كتب محتوى النثر. يعني قصيده النثر دي مش شكل بس، هي معنى. هو كتب المحتوى، المعاني الجديده الحداثيه في قوالب عربيه ليرضي الجميع، لكن الموضوعات وطرق التناول على مستوى القصيده كبنيه من الداخل تجد الموضوع كان اكثر ثراء من فكره انه محدد انه يتحدث. لذلك قصيده بلقيس بيتحدث فيها عن الهموم العربيه وبينتقد فيها العرب من خلال رسائل زوجته. فهو ما اعتقدش، لا، يعني هو كان مخلصا لشعريته الخالصه ومشروع الشعري، ويعرف ان الذي سيبقى منه ستذهب الثورات وتتغير كل شيء، لكن منتجه الشعري عاش لهذا السبب الى الان فعلا. يعني يمكن انا مش من انصار، انا اناصر قصيده النثر بشكل كبير، ولكن شعر نزار قباني كله يجعلني استمع اليه. شفنا بعض القصائد النثريه من كتر العمق والمأساة الإنسانية تعبر شاعرة أو شاعر عن يوم مثلا في معهد أورام أو غيره شعرا. نعم. وطبعا التفاصيل تجيب بعضها، فتضطر تكتب خرطوم، جهاز تنفس، طبعا محاولة يعني شرح المأساة بشكل دراماتيكي يبان في قالب نثري من حيث المحتوى، وشعرا طبعا يعني من حيث الوزن والقافية. يعني حاجات كده. يعني
هل نزار قباني، يعني طبعا سؤال افتراضي، لو كان عايش بالعقليه اللي هو ممتده يعني وجاي كده من الستينات سبعينات ثمانينات تسعينات، وحصل انه التقى بامراه 23 الموجوده الان بتفاصيلها الكتيره، القصيده تاخد مناحي مختلفه؟ اه يعني التجربة الشعرية من البدء تجربة استطيقية يعني جمالية، وللأسف في الوطن العربي نحن لا نفهم التفرعات والتشعبات التي يأخذها الجميل أو الاستطيقي. الجميل هناك، ما في الجميل ما هو منتظم ويسر العين، وهناك في الجميل ما هو قبيح. تسمع أكيد حضرتك عن الجمال القبيح أو طبعا. الجروتسك اللي هو قائم عليه فن القبح في الكاريكاتير. جمال. وتعرف ايضا ان هذا القبح يتدرج لينحت مفهوم الجليل. فالجمال او الشعر ليس صناعة الاشياء الحلوة، لا، هو ايجاد يعني الجميل. يعني هي الخلية السرطانية دي شكلها لو تحت المجهر ما فيها جمال، مع انها مميتة وقاتلة. ده اللي انا عايزه اقوله. فانا اعتقد ان عقليه سابقه ذاتها متطلعه ونهضويه زي نزار قباني كنا قد نجده يكتب عن بنت جميله رسمه تاتو، او لابسه لبس هوت شورت، او عن الساحل الطيب او الشرير، او عن اي شيء. هكذا الشاعر انسانيا يعني. طبعا. طيب اسمحي لي هناخد الشهادة دي ونستمع إليها. مشاهدينا، الشاعر اللبناني شوقي بزيع، ونستمع إليها ثم نعود لتكملة الحوار. ونحن على بعد 100 عام من مولد نزار قباني بأن نزار هو أحد أهم الشعريات العربية قديما وحديثا، وهذا الكلام ليس على سبيل المجاملة والمديح المجاني، ولكن تقرره وتحدده الوقائع، باعتبار أن نزار هو خالق لغة شعرية وبصمة خاصة في الشعرية العربية هي له وليست لسواه، بحيث كما يقال تستطيع أن ترى ورقة مرمية في الطريق وحين تقرأ قصيدة مطبوعة فوقها تعرف أنها لنزار قباني أو لأحد مقلدي نزار قباني. وهذا أمر لافت جدا لأن النزاريين كثر، باعتبار أنه فعلا استنى للشعرية العربية مسالك ودروبا غير مسبوقة تقريبا. وأنا باعتقادي أنه هذا الدور الذي أناطه نزار بنفسه لم يكن صدفة، ولكن نزار أتى في زمن التحولات السياسية والاجتماعية التي حكمت المجتمع العربي في الثلث الثاني من القرن الفائت. ففي وقت كان شاعر كسعيد عقل يمثل الإقطاع أو البنية الإقطاعية للكتابة بالكثير من مدلولاتها، حيث يتحدث دائما بأناقة عالية ومفرطة، وحيث تتكرر في شعره مفردات الخيل والنبل والشهامة والسيف وما سوى ذلك. جاء نزار قباني ليمثل نقلة جديدة هي صعود البرجوازية العربية التي المتنورة بوجه خاص، والتي لعبت دورا أساسيا في عملية التحول وقادت عملية التغيير. لذلك أتى نزار باللغة من القاموس والمعجم البارد المقيم في الأماكن الرطبة، وحرر هذه اللغة وقذف بها في الحياة تماما، في أتون الحياة، في الهواء الطلق، حيث الناس يعيشون ويتنفسون، وحيث يحبون، وحيث ينتصرون للغرائز وللشهوات وللجسد. وهذه اللغة الجسدية هامة جدا، لأنه كان الجسد في القصيدة العربية بشكل عام شبه مغيب. لم يترك نزار مفردة من مفردات الشعر العربي إلا واستخدمها. لم يعد هناك لغة شعرية ولغة غير شعرية. المنفضة، الولاعة، الكافيار، البارفيوم، كل شيء أتيح لنزار
أن يستخدمه لن يتردد في ذلك. وهذه اللغة أصبحت لينة، أصبحت فيها الكثير من الطراوة ولدنة ولغة شغف وعشق، ولذلك لا ترى شيئا نافرا في هذه اللغة، لا ترى حوشي الكلام، لا ترى تعقيدا، ولكنها فعلا مغسولة وصافية ونضرة، وهي لغة حواس بامتياز، وهذه الحواس تتبادل مواقعها بين حين وآخر. أما الحديث بأنه نزار حول المرأة إلى سلعة، أو نزار أوصافه للمرأة كانت حسية جدا وشكلية جدا، أنا رأيي هذه مسألة ثانوية أمام قوة التجربة النزارية. نزار شاعر أنيق، شاعر محب هو كشخص، وقد أتيح لي أن أعرفه بشكل شخصي من خلال سهيل إدريس صديقنا المشترك، وكان يؤكد يوما بعد يوم بأن هذا الشخص يشبه شعره إلى حد التماهي. اهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد. يعني طبعا الوقت المتبقي من الحلقه وبنتحدث عن الشاعر الراحل الكبير نزار قباني، وطبعا تقريبا 100 سنه على ميلاده، مواليد 1923. واتكلمنا عن اشياء كتيره قوي تتعلق بنشأته وسفرياته وعمله الدبلوماسي وكتاباته واشعاره ودواوينه. مقربين دلوقتي ناحية كتاباته تجاه المرأة وفلسفته الخاصة عندما يكتب قصيدة يعني توجد فيها امرأة. ومعايا الشاعرة مروة نبيل يعني متحدثة معنا. يعني أستاذة مروة، أنا كنت متخيل إنه يعني طبعا في مجموعة هائلة من النقاد، ما بنتكلمش دلوقتي عن سلبيات وإيجابيات في عالم النقد، لكن بقول إنه هو بما إنه كان يعني واخد منحى تجاه المرأة كبير قوي، كان الأولى والأقدر إن 2 3 4 5 من الناقدات يهتموا بالمسألة دي، سايب لهم إرث حلو، وحد كان بشكل مباشر بيخاطب المرأة. يعني هل ده لاحظتيه ولا موجود ولا مش موجود؟ الحقيقة أنا يعني مش هقدر أحكم بالعينة الفردية. يعني هناك مفكرة سعودية تحديدا هي عجبتني قراءتها النقدية ليه، يعني أعطت له ما له وقالت ما عليه. لا، هناك تعدد، هناك انفتاح في نقد وقراءته، ده اللي لاحظته. الحقيقة لم أميز ولم ألاحظ هذه النقطة، لأنه برضو حصر لن يكون سهلا مدى تأثر النساء. لكن هو يكفي ان هو يعني هو كان معزز ومحفز يعني عندما يكتب شرف لي ان تحبيني فبالتاكيد ستميل النساء الى هذه الكتابه. يمكن من بعض التعليقات اللي قريتها ان ما كانش فيه بيت ما فيهوش على المخده او تحت المخده كتاب لنزار قباني. عندما كان مثلا شخص يرتبط ببنت او يخطبها لهديه، قصائد معينة كانت تكتب إلى نهدين مغرورين وكذا يتداولها الشاب لحبيبته أو خطيبته. طيب البنت السورية الشامية سواء من سوريا أو لبنان أو حتى في مصر، هل ظهرت في قصائده؟ يعني احنا بنتكلم مثلا سنة 33 كان عنده 10 سنين. في ال10 سنوات الأولى دي بيتشكل الإنسان، ويعني بتطبع بداخله صور. الصور دي تتجسد في بنات الطفولة والأمهات والخالات والعمات. لما كبر شوية وكتب شعر، هذه التركيبة الاجتماعية الأولى ظهرت، ولا اتفقنا أنه هو حول الدنيا ولبسها تمثال؟ لا، ظهرت بشكل متفاوت. يعني وهو من قال أن لا هناك في الشام وفي مصر وكل رجل يستطيع أن يجد المرأة النموذج، ولكن هو لا تحدث عن النساء العربيات وعن الأطفال العرب، الطفلة العربية، وكان مهموم بشكل عربي. احنا بنتكلم عن الخلفية الجمالية الثقافية عنده للمرأة كانت أوروبية، وكانت المواصفات أوروبية وشامية أيضا، يعني زي ما حضرتك عارف. لكن أنا لازلت أشدد على التنوع الغير مقصود
في فكر نزار قباني عندما كان يكتب عن المرأة. ولكن برضو أنا متفقة مع بعض من أنه هو لم يحررها إلا جسدا فقط، مارس سلطة وذكورية عليها في بعض القصائد، وأنه أيضا لم يهتم بعقل المرأة كما اهتم بدورها في حياة الرجل وكجسد. البعض قال انه ربما يكون هو فطري الى ابعد الحدود، لانه كان يعني لا يقرأ كثيرا بشكل يقربه الى تقليدية القصيدة من قبله، فيعني اقتنع بما كتبه، خاصة انه لقى يعني جمهور. فما بين الفطرية وشيء من الغريزية اللي ظهر بقى يعني موالاة للمرأة وجماليات المرأة، يعني أظن أنه يعني ده يعتبر تصنيفه. لما أجي أصنف أقول شاعر فطري، ينفع أقول شاعر فطري؟ أنا قلت في البداية أنه طبيعي، يعني الطبيعي يعني هو استخدم ما هدته إليه الفطرة. لكن أنا من وجهة نظري وعن تجربتي لا تعيش قصائد لشاعر غير قارئ، غير مطلع. يعني أنا لا أؤمن، هو قد يكتب كلام لا يعجبني ولا أشعر فيه بالثقافة القوية والعميقة، ولكن أن تعيش القصيدة، أن تكون حتى بسيطة البنية وواضحة لكن تعيش وتستمر. لا أعتقد أنها كان يعني أن ثقافته وقراءاته كانت قليلة. لو مش عايزين ننسى برضو أنه هو يعني عنده رصيد كبير جدا من القصائد وقصائد هامة، وكانت في وقتها عبارة عن رسائل وثورة على مجايليه. وأنا أعتقد أزعم يعني أن نزار قباني أكثر ثورية حتى بعد موته من يكتب حتى الآن، لأن هو يكفي تمرده على اللغة، يكفي لغة القصيدة وبنيتها وموضوعاتها. ولكن أنا شايفة إن طب دي وظيفة أي شاعر، يعني هو لازم شوية يعبر عن نفسه هو علشان يأتي بشيء جديد. بالتأكيد، عشان التجربة تكون زي ما حضرتك قلت فطرية طبيعية مش اصطناعية. يعني أنا شايفة إن يعني يجدر برجل مثقف ودبلوماسي ووسيم ومن عائلة كبيرة إنه تتعدد العلاقات النسائية في حياته وتتلون، وإنه يكتب عنها. يعني حياة فيها بعض الرفاه يعني، في حين إن في قصائد أخرى يكتب عن تجربة السجن، عن تجربة الزراعة ومعاناة الوالدين. هكذا الطبيعة والمجتمع يطبع الشعر. واحنا بنتكلم معانا صورة من جنازته حين وفاته. نعم. طبعا بعض من الأقارب ربما أو الأصدقاء وبالإضافة للجمهور، فواخد برضو شكل شعبي شوية يعني. يعني تلاحظي التهافت على بالشكل ده. وانا بتكلم حالا مش عارف الجنازة تمت فين، لكن بغض النظر يعني هو دفن في مسقط رأسه اعتقد في دمشق. ف كلمة أخيرة بقى، كلمة أخيرة. هل مستقبل نزار قباني موجود بين القصيدة العربية؟ هو أنا شايفة إننا تجاوزناه. إحنا لو بنتكلم عنه هو كثورة في وقته، ولكن الشعر بقصيدة النثر تجاوز كل موضوعاته وصار يكتب عن المرأة وعن أشياء متعددة في القصيدة دون أن نستطيع أن نقول هذا شعر المرأة. لكن هو ابن زمنه ومكانه. بالتحديد ده ما أردت، ده مضمون كل اللي عايز أقوله. ابن زمنه قال اللي هو عايزه في التوقيت اللي في كان موجود فيه. سياقه كان ثوريا وحداثيا إلى أقصى درجة. تمام. وتجربة تحترم. على البركة. يبقى كده تمام، يبقى كده طلعنا بحاجة حلوة. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، اتشرفت بحضرتك. شاعرة مروة نبيل وعلى كل هذه المعلومات، ونلتقي على خير إن شاء الله. شكرا يا فندم. بشكركم مشاهدينا، نلتقي على خير بإذن الله الثلاثاء القادم.
في بيوت الله نلتقي. إنه لشرف لنا جميعا أن نلتقي في هذا المكان العامر بذكر الله. نجدد التحية عبر ندوة للرأي مع الوسطية والفكر المستنير. قالوا إن الفقيه هو الذي ييسر على الناس. نستمع لآراء